السلام عليكم. تعالوا النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض أكلة سهلة جدا وسريعة، ومش عايزة أقولك مش هتاخد منك وقت خالص. تعالوا كده نشوفوا الجمال ده ونقول بسم الله. أول حاجة هجيب طاسة كبيرة كده وهنزل فيها بشوية من الزيت. أول ما الزيت يسخن هنزل فيهم بمكعبات من صدور الفراخ. انا هنا معايا مكعبات صدور فراخ مخلية مقطعاها مكعبات سميكة شوية زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بيها في الزيت ومنزلش بيها لما اكون متأكدة ان الزيت سخن معايا. بعد كده هنزل بالتوابل، فلفل اسود، بابريكا، كاري، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة. هبدأ اقلب البهارات والتوابل دي كلها واخلطها باللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وهسيبها بقى تاخد لون من كل الجهات وتتشرب بالتوابل الجميلة دي. عايزة اقول لكم ريحة التوابل رهيبة، جميلة جدا. خلاص، خدت لون من كل الجهات وشربت السوائل اللي فيها، يعني يا دوب نزلت حاجة بسيطة جدا، ما نزلتش كتير. بدأت أنزل بالملح وخدتها تقليبة كده علشان أخلط الملح بالتوابل الجميلة دي. وهبدأ أنزل بصلتين أنا مقطعهم شرايح رفيعة، وعليهم فلفلتين، واحدة ألوان وواحدة أخضر. عايزة تحطي فلفل أخضر عادي جدا مفيش مشكلة، هتقطعيه برضو شرايح رفيعة زي ما احنا شايفين. واربع خمس فصوص من الثوم بتتقطع حلقات او قطع صغيرة جدا، وهتنزلي بيهم على الفراخ وتقلبي لحد ما تلاقي الخضار ده دبل معاكي شوية مش كتير. عايزة اقول لكم ريحة رهيبة. انا جبت هنا بطاطس قطعتها حلقات بالشكل ده، بتكون سميكة شوية. وهبدأ ارصها في الصينية وهنزل عليها بالفراخ اللي انا يدوب خلطتها غيرت لها لون ودبلت الخضار. هنزل بيها في الصينية الجميلة دي زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعة ال الأكلة دي سهلة قوي، سريعة جدا، مش هتاخد منكم وقت خالص. ده غير الطعم كمان لذيذ جدا جدا، هتعجبكم. خلاص، نزلت بكمية الفراخ كده، هجيب لها اعمل لها كده صوص جميل. معايا عصير طماطم، حطيت عليه شوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح ومعلقة من السمنة البلدي. هخلطهم وهنزل بيهم على الجمل ده كله كده، يدوب اغطي البطاطس من الحروف زي ما احنا شايفين. مش عايزة انا اكتر من كده. هدخلها الفرن درجة حرارة عالية طبعا، على الشبكة في النص. اول ربع ساعة تغلي، تبدأ تغلي معايا. آه، هحس ان هي غلت، هبدأ او اعمل النار وسط واسيبها تاخد سواها وراحتها، ومش هتاخد معاكي نص ساعة في الفرن، هتكون طالعة باللون الجميل ده. وعايزة اقول لكم طعمها كمان خطير جدا. هي مش هتاخد وقت اصلا في سوا لان الفراخ ما بتاخدش وقت، والبطاطس زي ما احنا شايفين طالعة والله زبدة وطعم خطير. جربوا حبايبي الأكلة السهلة السريعة دي، أنا متأكدة جدا إنها هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.